موبايل ده بصراحة الفيفو في 50 لايت لو محتاجه تصفح اداء يومي اي حاجة ما عدا العاب تقيلة، يبقى الموبايل ده انا هرشحه ليك. وزي ما حضرتك شايف التصميم جامد جدا جدا جدا، يعني التصميم ده بالنسبة لنا. وتصميم الكاميرات زي ما حضراتكم شايفين تصميم شكله شيك. وعندك الاضاءة اللي هي اشبه بالرينج لايت، فيفو بتقول عليها اورا لايت. واهم نقاط وميزة في الموبايل ده مش هتلاقيها في غيره، البطارية 6500 ملي امبير على حجم الموبايل ده اللي هو حوالي 8 ملي سمك. لا انا شايفه ان هو موبايل جبار كاستخدام يومي وكاستخدام طبيعي، الناس اللي بتتصفح، الناس اللي بتسكرول، الناس اللي حابة تصور. لكن كألعاب تقيلة لا، مش هنصحك بالموبايل ده كألعاب تقيلة. لو انت هتخصصه للألعاب لا، الموبايل ده ما يمشيش معاك جدا في الألعاب، ما يمشيش نهائي. لو انت حد جيمرز لا مش هنصحك بالموبايل ده. لكن لو انت حد استخدامك طبيعي، يعني ايه الطبيعي؟ ان انت تتصفح، ان انت تصور، ان انت تستخدمه استخدام طبيعي زي ما انا منزل عليه ايميلاتي دلوقتي وبستخدمه استخدام طبيعي، مفيش العاب شاقة عليه، فانا هنصحك جدا جدا بالموبايل ده. والموبايل ده بيجي ببطارية 6500 ملي امبير وشاحن صاروخي 90 واط. ولو حابب تسمع عنه مراجعة كاملة هتلاقيها على قناتنا على اليوتيوب، وما تنساش تعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد.